السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل الرز المعمر مع بعضينا، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. اول حاجة بصوا انا هبدأ بيها محلول الفراخ اللي هنقعها فيها واغسلها. انا هنا معايا معلقة ملح كبيرة وليمونة. هحط بقى الفراخ اللي معايا، هسيبها فيها 10 دقايق كده وارجع اغسلها بمية. انا هنا هعمل الفراخ في صينية بصل كده مشوية بالبصل. معايا بصلتين هقطعهم جوليان، قرن فلفل حار، بيبقى طعمها حلو قوي يا بنات. صينيه الفراخ دي بتبقى طعمها لذيذ جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. هخلص بقى كل الخضار اللي معايا ده اللي هو البصل والفلفل والطماطم. هنا انا حطيت ملح ومعلقه صغيره بهارات فراخ وفلفل اسمر. دعكي بقى كل الحاجات دي ببعضها كده. بعد كده اقطع عليها الطماطميه مكعبات صغيره. بصي امسكي بقى الفراخ اللي معاكي او الوراك وقطعيها كده بحيث ان التتبيله تخش جواها، تشرب التتبيله بتاعتها. سبانيت هنزل عليها معلقه سمنه صغيره. هنا بقى هحط لها الميه بتاعتها. انا حاطه هنا ميه سخنه وهغطيها واحطها تاخد سوا الاول على النار من فوق. هعمل كمان صينيه بطاطس بابسط طريقه. هنا معايا بطاطس اي كميه انت محتاجاها، قطعتها جوليان. هنا برضو هحضر الطماطم، هقطع كله مكعبات صغيره كده، طماطم وفلفل وبصل وثوم. هقطع كل الحاجات دي على بعضها وهحط ملح وفلفل اسمر بس. انا مش بحب البهارات الكتير في الاكل بصراحه. بصي البصل برضو قطعيه جوليان رفيع كده. ظبطي بقى الملح بتاعك، حطي فلفل اسود برضو، دعكي كل الحاجات مع بعضها كده، بتبقى طعمها تحفه صينيه البطاطس دي. صلوا على الرسول يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس انا حسيت ان الطماطم مش حمرا قوي فهزود صلصه. برضه هحط ميه سخنه. هنا بقى هحتاج معلقتين زيت. برضه هديها غلوتين على النار من فوق وادخلها بعد كده الفرن. هنا بقى هنعمل رز المعمر. هنا انا هحتاج كيلو رز او 6 كوبايات رز. انا هنا كده معايا 6 كوبايات رز غسلتهم كويس. هجيب بقى الصينيه بتاعتي او البرام اللي انا متاح عندي يعني هعمل فيه. دي انا عندي قشطه اللي هي وش اللبن بشيلها في الفريزر. طلعت خدت معلقتين 3 كبار كده، قلبيهم بقى مع الرز كده في الصينيه بتاعتك او في البرام، تدي تست حلو قوي للرز. ظبطي بقى الملح بتاعك. انا كده معايا 6 كوبايات رز، هحتاج لهم 6 كوبايات لبن على ميه. بصوا يا بنات انا هحط 4 كوبايات لبن وكوبايتين ميه. بصوا يا بنات اللبن سخن والميه سخنه. ال4 كوبايات لبن سخنين، كوبايتين الميه سخنين. من قبل ما تبدأي في تحضير الرز تكوني مشغله الفرن بتاعك. انا عندي الفرن بيولع من تحت ومن فوق، فانا هبتدي ان انا اشغلهم الاتنين مع بعض وادخل الصينيه. اول ما الصينيه هتعمل وش هطفي الشوايه من فوق وهخلي تحت هو بس اللي شغال. انا كده احتجت اللي هو كان محتاج شويه ملح تانيين. بصي كده انا حطاه تحت. بصوا يا بنات هو الرز كده جوه الفرن. اول ما عمل الوش ده انت طفيتي الشوايه على طول. دي اخر مرحله في الرز.
يعني خلاص دخل قرب يخش في السوا، هتطلعيه وتغرزي كده بحرف سكينة بحرف معلقة، وهتحطي معلقتين سمنة، وهترجعي تحطيه تاني على الرف اللي في النص، يشرب السمنة بتاعته كده ويتلدن، وهتاكلي احلى رز معمر عملتيه. بصوا يا بنات برضو بالفراخ والبطاطس بعد ما خدت غلوتين 3 فوق، دخلتها الفرن كده خدت وش وايه واتحمرت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.